راجل محترم. شاكرين يا سيدي. اتفضل يا فندم. شوف انا عايزك تسمح لي بس ببضع دقائق، لان انا هقول لك حاجه. اولا انا اتعاملت مع الناس دي 25 سنه. الناس دي بدون مبالغه ما فيهمش واحد صادق. ناس بيستهووا وبيعشقوا الكذب معايا مع حضرتك، وما عندهمش الا الغدر، وبيستبيحوا الغدر وبيحللوه للوصول اللي هم بيعتقدوا انه هدف ثاني. معايا؟ سامعين حضرتك. الوضع اللي احنا فيه ده ملوش الا حل واحد لازم يتعمل بسرعه. ايه؟ لازم يتم اعلان حاله الطوارئ بالظبط، ولازم يبقى في حظر تجول من الساعه 10 بالليل، بحيث ان الجيش والشرطه يقدروا يبقوا منتشرين والرؤيه قدامهم واضحه معايا، وما يبقاش الناس دي قدامها هدف من المتظاهرين السلميين. وما تحطش في دماغك باحترام المستشار مرتضى حكايه رمضان. الناس دي انت خد بالك بيبيحوا القتل عادي جدا في رمضان، يقول لك من اجل الاسلام. بل ده انت مسموح لك في ان الضرورات يعني درء المفاسد طبقا لدرء المفاسد في الدين الاسلامي، ان انت ممكن تلجا لالغاء فرض. يعني سيدنا عمر عليه الصلاه والسلام لما توفى النبي كان الغنائم بتتوزع، كان منها الخمس لله ورسوله. سيدنا عمر لغى الخمس بتاع النبي بعد وفاته واوقف الحدود في سنين الرماد. خد بالك؟ فانت اولا المفروض ان في الفتره دي تغلق المساجد في صلاه الفجر. مفيش صلاه فجر في المسجد. لا ازاي هنغلق المساجد عشان الاخوان بيضربوا او يستخدموا المساجد؟ هيستغل الظروف دي وهيضرب المصلين. احنا هنعمل زي تونس ايام بن علي كانت بتعمل كده. انا بقول لك اهو، بتمنى ان انت تسمع كلامي ده ويسمعوه المسؤولين. هيعملوا الكلام ده. الناس دي بتطلع في الروح، الناس دي عارفه انها هتنتهي، الناس دي عارفه انها هتنحبس وهتنحبس مدة طويله، ويا قاتل يا مقتول. واخد بالك؟ ولازم عشان تقدر تفهم اللي قدامك هيعمل ايه افترض الاسوأ وحط نفسك في مكانه. الناس دي عارفه انها ضايعه، فاللي ضايع انت واخد بالك عنده استعداد يعمل اي حاجه.